محاربي الصحراء والطواحين الهولندية بإيجابياتها وسلبياتها، والتي تفوق فيها كتيبات ملك الكوتشينغ. والأشواط الثانية مباراة كبيرة عملها المنتخب الجزائري بقيادة المجنون فلاديمير بيتكوفيتش، الذي دخل بالبدلاء في الشوط الأول الذي كان البطل فيه دون أدنى منازع لوكا زيدان ابن الأسطورة زين الدين زيدان بتصدياته الخرافية والقوية في ظل عجز وشلل في وسط ميداننا بسبب وجود لاعبين لا يستحقون التواجد أصلا بالمنتخب الأول، ولا يملكون لا مكان لا أساسية ولا حتى في الاحتياط، ولا يستحقون حمل القميص الغالي والثقيل، وهما رامي الزروقي اللغز الذي تكلمت عليه العديد من المرات، وحسام عوار الذي لم يقدم ما يشفع له، الأسطورة والأيقونة الملك رياض محرز لم أره يدافع بهذا الشكل من قبل. بين الشوطين تحدث المعجزة كالعادة، وتتحرك الآلة الجزائرية بعدما قرأ بيتكوفيتش الطواحين الهولندية مكان من قوتها ومكان من ضعفها بإدخال السحرة والمهرة والرسامين أنيس حاج موسى إبراهيم مازا، مع تغيير عدة لاعبين من أبرزهم شايبي بالغالي والأعجوبة والدهشة محمد الأمين طوغاي، الذي قدم مباراة كبيرة. من كان يتوقع أن يلعب فلاديمير بيتكوفيتش ضد الطواحين الهولندية والنجوم العالميين الذين ينشطون غالبيتهم في البريمير ليج بثنائي دفاع لأول مرة، ثنائي محور يتشكل من المحليين محمد الأمين طوغاي وزين الدين بالعيد الذي قدم محمد الأمين طوغاي الذي قدم مباراة كبيرة، لكن من كان الأفضل هو الأسد لوكا زيدان الذي حام عرين الأسود الجزائرية الجموحة الضارية التي لا تتوقف عن الزئير، ونبيل بنطالب الذي كان محاربا ومبدعا خاصة في الشوط الثاني. ولكن أنيس حاج موسى الرسام روسم لوحات فنية عالية المستوى، إبداع تميز وتألق، وسطع نجمه في سماء ملعب روتردام ومستوى جد كبير، ختمها بهدف عالمي على طريقة الكبار، طريقة الأساطير، هدف ساحر على أرضية الملعب يعرفها كمعرفته كاسمه. أكثر شيء يثير الخوف هو صيام المهاجم جويري وعدم تقديمه شيء كبير، ويؤكد للمرة الألف أنه ليس بمهاجم بوكس ومهاجم صريح، بل يلعب كمهاجم ثاني أو رقم 9.5 مهاجم ثاني. ولذلك ما زلت عند كلامي، نحتاج لمهاجم بوكس حقيقي، نحتاج إلى بغداد بونجاح نذير بوعلي. لا يكفي أن تذهب بمهاجم صريح واحد إلى منافسة بحجم منافسة المونديال بشكل كبير. يبقى انتصار كبير تاريخي على منتخب عالمي لم ينهزم منذ سنة 2023 على أرضه، ومنذ 2021 أول مرة لم يسجل هدف على ملعبه، وهو أول هزيمة منذ سنة 2024، 11 مباراة دون هزيمة. محاربي الصحراء مع فلاديمير بيتكوفيتش يعرفون كيف تؤكل الكتف بعد مباراة كبيرة ضد الأوروغواي. ها هم يؤكدون مرة أخرى ضد منتخب عالمي وصنف السابع عالميا أحد المرشحين البارزين بالتتويج بكأس العالم، وقبلها مباراة الأوروغواي الكبيرة، في انتظار مباراة بوليفيا لتصحيح الأوضاع وإعطاء دقائق للعب. وفي الأخير سندخل المنافسة في مواجهة قوية وقوية جدا ضد التانغو الأرجنتيني ورفقاء ليونيل ميسي. السلام.